السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا صباح الفل عليكم جميعا يا جماعة، أو يا مساء الفل على حسب التوقيت اللي انت بتشوف فيه الفيديو بتاعي. طبعا يا جماعة زي ما عودتكم قبل ما نخش في موضوع الحلقة بتاعت النهاردة، ما تنساش يا صاحبي تعمل لايك للفيديو. اللايك بيساعد بشكل كبير جدا ان الفيديو يوصل لأكبر عدد من الناس المهتمية بالتأشيرات والفيز وتعديل الأوضاع في الدول المختلفة عامة، وتعمل سبسكرايب للقناة، ونسمي الله ونتوكل على الله ونخش في موضوع الفيديو بتاع النهارده. طبعا يا جماعه اول حاجه بس انا حابب اتكلم فيها النهارده هي، معلش والله انا بقالي فتره حوالي شهر تقريبا مش بطلع بعمل فيديوهات، عشان والله بس كان عندي كام حاجه كده كنت بخلصها، فما كنتش مركز خالص للقناه. بس باذن الله هنرجع تاني وهنرجع نعمل الفيديوهات، وهنبدأ برضو نتكلم مع بعض كده وندردش في كل حاجة تخص السفر والتأشيرات وتعديل الأوضاع سواء في أمريكا أو في أوروبا أو الدول دي كلها. طيب بصوا يا جماعة، عشان أنا برضو مشترك في أكتر من صفحة أو بيج على الفيسبوك أو تويتر فبدأت أشوف حاجات غريبة يا جماعة. بشوف مثلا الناس دلوقتي بتتكلم في هجرة كندا بس لو ما معكش لغة إنجليزي. بص يا صاحبي، وبرضه هتكلم على بعض الشركات وبعض الاماكن اللي هي بتقول ان انا هسفر كندا، ويجي يكلمك يقول لك ايه، يكلمك عن قوة الباسبور الكندي، يكلمك وبعد كده يجي يقول لك ايه، انا هعرف اعمل لك الكلام ده. هو بيشدك في الاول وبعد كده يجي يقول لك ايه تمام، تيجي انت بقى طبعا بتروح تعمل معاه الاستشارة اللي هي طبعا بتبقى مدفوعة. ودلوقتي بسم الله ما شاء الله الاستشارة ب 2000 وب 3000 جنيه. وما اعرفش ليه الناس بتعمل استشارات يا جماعه. عندك حاجه اسمها شات جي بي تي، تعرف تخش تجيب منه كل حاجه، بس للاسف لغايه دلوقتي في ناس بتروح. طيب خلينا نتكلم بس اول حاجه كده. ممكن الفيديو ده يكون طويل يا جماعه عشان بس انا هلم اكتر من نوع هجره. طيب خلينا نتكلم الاول عن كندا، لان هو ده اللي شائع قوي الايام دي، كندا واستراليا. طيب بص يا باشا، مبدئيا انت مش محتاج مكتب خالص. ايه يا احمد؟ انت مش محتاج مكتب. وانا والله العظيم يا جماعه عملت مليون فيديو عن الهجره لكندا، وعملت خطوه بخطوه وازاي تعمل ايه بيودي لفين. تمام، بس النهارده هتكلم بشكل سريع كده. موضوع الهجره لكندا يا جماعه لازم بيكون معاك حاجه اسمها يا ايلتس، تمام، يا اما حاجه اسمها بي تي اي كور. ده بالنسبه لموضوع اللغه. حضرتك عايز تروح لمكتب تدفع ليه الفلوس بقى وتدفع 80,000 و100,000 و120,000، انت حر. بس هو المكتب مش هيعمل لك حاجه، مش هو هيدي لك كورس، تمام، وهيساعدك في ترجمه اوراق. انت عايز تاخد كورس انجليزي وترجمه اوراق ب 100,000 جنيه، يبقى ما تسمعليش، مفيش مشكله خالص. انما هجره كندا باختصار هي لغه، اهم حاجه فيها اللغه. مفيش حاجه اسمها ان انت هتهاجر كندا ولا استراليا وانت ما معكش لغه. مفيش حاجه اسمها الكلام ده خالص يا جماعه، بل بالعكس كمان دي كندا بقت صعبه، لان انت حتى لو الانجليزي بتاعك كويس وجايب الدرجه وبتاع، بقى دلوقتي عايزين فرنساوي كمان، والسكور للناس اللي بتتسحب بقى عالي جدا. فانجليزي لوحده مش كفايه. بس انا بكلمك في الايه ان جنرال، تمام. فهو يا حاجه اسمها ايلتس يا حاجه اسمها بي تي اي كور. والبي تي اي كور اسهل وهو مخصص لهجره كندا. ده بالنسبه للهجره بتاعه كندا. اول حاجه اللغه، تاني حاجه كل ما يبقى سنك صغير كل ما هتاخد درجات وهتاخد بوينتس اكتر، تمام. يبقى اللغه، وان يبقى سنك صغير، ويبقى عندك خبره في مجال معين، ومعاك شهاده خبره بعدد السنين بتاعتك، وان انت بتجيب اتش ار ليتر يثبت ان الراجل ده شغال من سنه كذا لسنه كذا، والمسمى الوظيفي والراتب بتاعك، وكل ده طبعا بنترجمه. يبقى كده احنا اتكلمنا في اللغه وحته العمر والخبره. التلاته دول موجودين، توكل على الله، قدم بنفسك، تمام. التلاته دول مش موجودين، انت بقى عايز تروح وعايز تحرق بنزين براحتك. التلات حاجات دول بينطبقوا على كندا، بينطبقوا على استراليا، بينطبقوا على سويسرلندا او نيوزيلندا. التلاته دول بالذات، تمام، لان دي دول هجرة بتعتمد على النقاط. انت عايز تخلي نفسك عرضة للنصب as you like يا برنس، انت حر، مفيش مشكلة. طيب ده بالنسبة لهجرة الكفاءات. طيب تعالوا مثلا نتكلموا على هجرة امريكا. طبعا احنا طبعا دلوقتي الناس كلها عارفة ان موضوع امريكا في الوقت الحالي تعديل الاوضاع او تقنين الاوضاع تقريبا من رابع المستحيلات، تمام. طيب ايه يا احمد الحل في اللوتري اللي هو الباشا قفله. هتيجي تسأل واحد عايش في امريكا، احمد انت شايف ايه الحل الوحيد انك ما تجيش امريكا دلوقتي.
الناس الجهابزه هتيجي تقول لي احمد انت مش عايز الناس تيجي امريكا، انت ما بتحبش الخير للناس. وجهة نظرك وانت حر، بس ارجع للقناه عندي، ارجع كده من حوالي سنتين هتلاقيني عامل فيديوهات من وانا جوه امريكا، وبقول للناس تعالوا باي نوع فيزا تعال، او هتعرف تعدل وضعك وهتعرف تتعيش وهتعرف كل حاجه. بس ايه يعني، خد جوله جوه القناه، بعد كده تعالى سيب لي في الكومنتات اي رد سلبي انت عايزه. انما في الوقت الحالي امريكا لا. ادي موضوع امريكا، وده برضو وجهة نظري. عايز تسمع للناس اللي بتقول لك تعالى بفيزا سياحه واكسر وعيش غير قانوني، انت حر، ده قرارك. تمام، بس انا بكلمك من واحد عايش هنا، بقول لك في الوقت الحالي فكك. تمام، ده الناس والله العظيم يا جماعه، وفي ناس عايشه في امريكا وعارفه الكلام ده، وناس ليها اصدقاء في امريكا يقول لك دلوقتي الناس مش بتمشي بالسوشيال سيكوريتي بتاعها. والله العظيم يا جماعه الناس بتمشي دلوقتي بالباسبور الامريكي، عشان ايس واللي هو عامله في الناس. بالباسبور، يعني باسبور، مش هقول لك بقى بتاع الاي، لا لا لا، بالباسبور. ده بالنسبه لامريكا. طب تعالى يا احمد نتكلم عن اوروبا شويه. طيب يا جماعه، في نوع فيزا اسمه فيزا بحث عن عمل، كان موجود بشكل شائع جدا في دوله اسمها البرتغال. البرتغال لغتها خلاص والله يا جماعه، ولغايه دلوقتي في مكاتب بتاخد فلوس من الناس على فيزا البرتغال بحث عن عمل اللي هي اصلا مش موجوده. تمام، فما فيش فيزا بحث عن عمل في البرتغال خلاص يا جماعه، اتلغت. طيب موجوده فين؟ موجوده في النمسا، موجوده في هولندا، موجوده في المانيا. دي الدول اللي فيها فيزا بحث عن عمل وليها النقط بتاعتها، وان شاء الله هنعمل فيديو عنها مخصص. ده بالنسبه لدول اوروبا. طب يا احمد، احنا دلوقتي مثلا خدنا فيزا سياحه وعايزين نعدل وضعنا في اوروبا، نعمل ايه؟ اقول لك سيبك من كل دول الاتحاد الاوروبي، عليك بدولتين، اسبانيا والبرتغال. هي دي الى حد ما القوانين بتاعتها ممكن يكون فيها بعض الثغرات او بعض الاشياء القانونيه اللي تسمح لك ان انت تعدل نوع الفيزا بتاعتك من فيزا سياحه لايا كان نوع الفيزا اللي انت هتقعد فيه، او ان انت تاخد اقامه. فعليك وعلى الدولتين دول. والدولتين دول يا جماعه، دوله بتتكلم اسباني ودوله بتتكلم برتغالي، ومش شائع فيها قوي اللغه الانجليزيه. موجود تقريبا في الاماكن السياحيه او المدن السياحيه زي مثلا مدريد، زي برشلونه. اقول لك لان دي طبعا مناطق سياحيه فبيجيها زوار من كل انحاء العالم، هنا ممكن تلاقي لغه انجليزيه بس برضو مش كتير. ده بالنسبه لو حضرتك معاك فيزا سياحه وعايز تعدل وضعك داخل الاتحاد الاوروبي، عليك وعلى الدولتين دول. طيب عايز دراسه، انا انصحك في بولندا، في رومانيا، في المانيا. التلات دول دول تعرف تجيب فيهم قبول جامعي. الدراسه فيها مش غاليه، بس الى حد ما بيبقى في ناس عندها مشاكل في كشف الحساب البنكي المغلق. ده بالنسبه للدراسه. تمام، فاللي انا عايز اقوله يا جماعه ان الموضوع مش صعب. انت مهم انت تبقى عارف ايه الدوله اللي هي تتناسب مع سنك، مع خبرتك العمليه، وتبدا تشتغل على الدوله دي، مش اللي موجود وخلاص. وانا دايما بقول جمله يا جماعه، بقولها في كل الفيديوهات بتاعتي: الفاشل في بلده فاشل في بلاد الناس. تمام، حتى في ناس مثلا اللي هي دلوقتي خلاص بدأت تبص مثلا على امريكا الشمالية او امريكا اللاتينية، زي دول المكسيك، زي البرازيل، دول اقتصادها قوي جدا وباسبورها قوي جدا. فبدأت ناس تيجي دلوقتي هي بتولد ولادها وبتولد اطفالها في دولة زي المكسيك، في دولة زي البرازيل. طب ليه؟ يعني ايه اللي ودينا الدول زي دي؟ دول زي دي يا جماعة اقتصادها قوي جدا، الباسبور بتاعها قوي جدا. لو حضرتك جيت ولدت ابنك او بنتك هنا، ابنك بياخد الجنسية في ساعتها، انت بتاخد الاقامة الدايمة انت والام، ولو الولد ليه اخوات بياخدوا الجنسية، بياخدوا الاقامه الدايمه، انا اسف. وبعد سنتين حضرتك بتاخد الجنسيه. ففي ناس بتاخد جنسيه الدوله دي عشان يبقى عندها باسبور قوي، تقدر تسافر كندا، تقدر تسافر استراليا، تقدر تخش دول الاتحاد الاوروبي من غير الحاجات المعقده، وان انا لازم اروح واحجز موعد والكلام ده كله. فدي وجهه نظر برضو تحترم. في فئه تانية معاها فلوس اكتر فبيبدا يلجا لامريكا وبيبدا يلجا لكندا. وحته ولاده الطفل انا بنصحك بلاش امريكا، لان ابنك ياخد الجنسيه، بس انت ممكن ان انت شخصيا انت امه ما تدخلوش اصلا امريكا، لان انت استخدمت نوع الفيزا في حاجه تانية. وان انت عشان مثلا تستفيد من ورا ابنك ان انت اللي انت ولدته في امريكا،
فمش هتقدر ابنك يساعدك بحاجه غير بعد سن ال 18 يبدا يعمل لك لم شمل، يعني بعد 18 سنه من ولاده ابنك. كندا الى حد ما في محامين اذكياء بتعرف تتصرف. فانا ارشح لك حته الولاده لو انت شخص مثلا مقتدر ومعاك فلوس، انا ارشح لك في المقام الاول كندا، المقام الثاني تاتي دوله زي المكسيك او البرازيل. ده لو انت هدفك باسبور يسهل لك الدنيا وتعرف انت تاخد اقامه. تمام يا جماعه؟ بصوا انا والله في 10 دقايق او 11 دقيقه اهو لفيت معاك العالم كله. ما تلجأش للمكتب يا صاحبي، خش دور، اسمع فيديوهات، خش على شات جي بي تي، اسأل، دور، هتلاقي الموضوع سهل. بدل ما تروح لمكتب وياخد منك في الهجرة 100,000 جنيه و200,000 جنيه واستشارة ب3000 جنيه ومش عارفة ايه بكام. فالدنيا سهلة والنت ما خلاش. مفيش حاجة اسمها هجرة من غير لغة، مفيش حاجة اسمها هجرة من غير شهادات خبرة. تمام يا جماعة؟ مفيش الكلام. واللي يقول لك غير كده نصاب، واللي يقول لك غير كده نصاب. الهجرة الوحيدة اللي هي مش محتاجة الحاجات دي كلها هي اللوتري الامريكي بس، ولازم يبقى معاك اقل حاجة ثانوية عامة. والله اعلم ابو حنان هيعمل فيها ايه، ممكن بقى يخليها هجرة كفاءات، هيخليها مش عارفة ايه، كلنا بنسمع كلام وكلنا بنطلع نهبد. انما الرسمي لغاية دلوقتي ما نزلش اي حاجة غير ان هي ممكن تفتح شهر 10 القادم والتكلفة $1 بس. لغاها السنة اللي فاتت، هيعمل ايه السنه دي؟ هيلغيها لما يجي يقرب ميعادها زي المره اللي فاتت ولا لا؟ الله اعلم. فدي نوع الهجره الوحيد اللي مش محتاج منك لغه. هجره ممكن بقى حضرتك تخش على دول الاتحاد الاوروبي تبحث عن عقود عمل. انا شخصيا ويمكن هم هيشوفوا الفيديوهات، انا جايب عقدين عمل لبعض من اصدقائي في دوله البرتغال، عقود عمل، وعملت فيديو ازاي اقدر الاقي شغل داخل الاتحاد الاوروبي من غير ملجأ للمكاتب. وليا واحد صديقي والله العظيم 3 ومن صحابي المقربين يعني، وراح تقريبا دولة اسمها بلغاريا تمام، راح مع شركة ومش عارف دافع 300,000 ولا 400,000 وراح بفيزا 3 شهور اللي هي تقريبا المسمي، مش عارف نوع الفيزا عشان ما بقاش بكذب. المهم يعني فيزا بتخليه يشتغل هناك لمدة 3 شهور، بياخد 450 يورو بس في الشهر، اقل من الحد الادنى في الدولة دي النص، وراضي. وعلى كده وبال 450 وهو دافع عشان يسافر اصلا حوالي 200 او 300 او 400 الف، مش فاكر فعلا الرقم بالظبط. وقلت يا جماعة عن الطرق اللي انت شخصيا بدون اللجوء للمكاتب انت تقدر تخش تجيب عقد عمل بنفسك، ويبقى منك انت للشركة، منك للمصنع، منك للنادي، منك للمؤسسة اللي انت عايز تجيب منها عقد عمل. هيعمل معاك انترفيو، اقتنع بيك تمام، هنخش في البروسيسورز اللي فاضله، العقد ايه، طب متطلباته ايه، ايه توكل على الله يلا سافر. فيا جماعه الموضوع سهل، مش عايزين نخلي نفسنا عرضه للنصب. انا نبص في 13 دقيقه انا لفيت معاك العالم بجميع انواع الفيز باختصار شديد. واللي عايز حاجه في حلقه معينه يا ريت يا جماعه سيبها لي في الكومنتات وعامل عنها حلقه مفصله. اشوفكم ان شاء الله الفيديو القادم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.